خليهم يسيحوا يقولوا مؤامرة مش مؤامرة، أعلى ما في خيلهم يركبوه. ما كفاية بقى يا ريس، الضرب في الميت حرام. خلاص جبناه على الأرض. خلاص هانت، مش هنيجي على الآخر ونخيب. آخر خطوة ووعدك بعدها هنهدي الدنيا عليه. وبصراحة صعبان عليا يا ريس، الزمالك ما يستحقش يحصل فيه كل ده. ده مهما كان غريمنا اللي بنتصيط على حسه. انت كده هتخليني احكي لك الحكاية من الأول. احكي يا ريس. يا ابن الزمالك ده معمول أصلا خيال مآت. يعني ايه؟ يعني حاجة وكده وكده قدام الناس بس عشان يحلل لنا البطولة. يحليها ازاي يا ريس؟ هيحط لها سكر؟ يعني عمرك شفت بطل يبقى بطل من غير ما يكونوا قدامه ند قوي؟ لما يكسبوا الناس تفرح، منافس كده وكده يعني. مش فاهم. ياد ركز يعني لو مفيش زمالك ومفيش منافس ند بند هيبقى في منافسة؟ ما هو كده كده مفيش منافسة يا ريس. ايوه احنا عارفين كده، بس قدام الناس شو يعني. فهمت. انما لما الموضوع يعدي الشو ويقلب بجد يبقى ما نسكتش. لما يجوا سنتين ورا بعض ياخدوا دوري وكاس يبقى لا، ده احنا ما نقعدش في مكاننا. بس يا ريس، ما خلاص ده كده النادي قدامه 10 سنين عشان يقوم تاني. متهيألك ده بقى جبل جتته نحاست، مهما نعمل فيه بيفاجئنا. كل سنة نمشيله 7 8 نجوم يطلع لنا بناشئين تاخد الدوري وتعمل مفاجآت ومفرقعات. ما بقاش يحوق فيه، فلازم نديله القاضية. ما هو خدها يا ريس، ده خد القاضية وغرغرت في دماغه. الاستقرار ما بقاش بيتضرب بين كل سنة وسنة، ده بقى بيتضرب بالاسبوع. كل اسبوع رئيس مجلس ادارة، يعني مركز شباب الزمالك. بس صعبان علي. ما تقلقش، احنا هديناه وجبناه الارض، هنقومه تاني عشان يكمل خيال مآت. ولو اني مش مرجح كده وقلت لهم ما بيراميدز موجود يسد مكانه، قالوا لي ما ينفعش اصله مش نادي جماهيري. يعني انتوا اللي هتقوموا الزمالك تاني؟ انا مش مصدقك. هنقومه بس لحد ما يرجع لمكانته الطبيعية تحت مننا، وما يحلمش باكتر من كده. طب ما خلاص يا ريس، اللي حصل حصل، والنادي اتظبط السنة دي وحقق ارقام قياسية في الفشل وعدم الاستقرار، واحنا خدنا كل حاجة، وفوق كل ده خدنا نجم الفريق بتاعهم. هنعمل فيهم ايه تاني؟ هما ناقص لهم حاجة واحدة بس، يقسطوا لنا غرامة الولا كهربا بقى، ولو ما قسطوهاش هنهد النادي على اللي فيه. ان شاء الله نمسك النادي للواد حمادة بتاع القهوة والشاي اللي قاعد تحت ده والله انت صايع وتعملها يا ريس. والواد زيزو اللي مفيش فرقة جنبه ومع ذلك بيعمل ارقام قياسية وبياخد احسن لاعب في الدوري. طب وده نعمل له ايه يا ريس؟ ما يقعدش في النادي، لو مش هيجيلنا يبقى يروح في 60 داهية بقى، ما يمثلناش اي تهديد. هانت يا ريس، هو اكيد مش هيقعد في زريبة يعني. هزق عليه الولا كهربا التاني يلعب في دماغه. لا، كده هنبان مدلوقين عليه. سيبه يختار مصيره بإيده. لو قعد يبقى جنت على نفسها سميرة ولا أميرة باين. سندس يا ريس. أيا كان، وبيني وبينك من ساعة ما الخازوق اللي اسمه بيراميدز ده طلع لنا وعمل لنا خرم في دماغنا، هنلحق على مين ولا مين؟ احنا نفطس الزمالك خالص وبعد كده نفوق لبيراميدز بقى على الرواق. طب وده هنجيله منين يا ريس؟ ده ولا في إدارة نهدد استقرارها، ولا في أزمات مالية، والفلوس عندهم زي الرز. ما هم عشان سكتهم صعبة فلازم نستفرد بيهم، وعشان نستفرد بيهم ما ينفعش حاجة تالتة تبقى اسمها زمالك. احنا هنلغي الزمالك من الوجود. طب والزملكاوية يا ريس هنعمل فيهم ايه دول كمان؟ ده دوشة وهم ما يتلم. يا ابني احنا ملايين، لو جت على 10 11 ألف الزملكاوي دول مش قضية. لا يا ريس، دول اكتر من كده بكتير، دول طلعوا كتير قوي واحنا مش واخدين بالنا. يقعدوا ساكتين ومع اول مكسب تحس البلد كلها قلبت زملكاوية.
بيطلعوا لنا منين انا مش عارف. قلقتني يا اسطى. طب وبعدين هنعمل معاهم ايه؟ انا عندي فكرة كده يا ريس، حاسسها مش هتعجبك، بس لو وافقت عليها يمكن تنفع. قول قول انا سامع. هما نفسهم في بطولات، واتعلقوا بكام لاعب وتيشيرتايه بيضة وخطين حمر، وخلص الحوار على كده. طب ما احنا جبنا اللعيبة وعندنا البطولات، نجيب لهم التيشيرتات البيضة والخطين الحمر منين؟ التيشيرتايه الاحتياطي يا ريس، بدل ما بنعملها زرقاء ولا سودة نعملها بيضة، والخطين الحمر يكونوا في الكمام كده من تحت، مع سبونسر اللي على صدر التيشيرت كده كمان نعمله بالاحمر وكأنه خطين حمر. هي فكرة صايعة، بس تفتكر تنفع؟ نجرب يا ريس، مش هنخسر حاجة، وهي لو نفعت نبقى احنا الكسبانين. امين. وانا اشتريت. امين يا ريس. صحصح بقى كده وفتح لي دماغك عشان اقول لك احنا هنعمل ايه بالظبط.